النهارده بقى حبيت إن أنا أعمل لكم صينية الجلاش، بس الحشوة هتكون مش بالكريمة. الحشوة اللي أنا عملتها بصراحة كانت في منتهى الجمال، وما كنتش متوقعة إنها حلوة أوي كده. تعالوا بينا نشوف الطريقة والمقادير وكل ما فيهاش مقادير طبعا، هي الطريقة هي واحدة. أهم حاجة يكون عندك جلاش يكون نوع كويس. أول حاجة نعمل الشربات. هي كوباية ونص من السكر، حطيت عليها كوباية مية ورشة فانيليا ونص عصير ليمونة، وكمان بحط القشرة، ما تخافوش هي ما بتمررش. وما تقلبهاش، هي أصلا على البوتاجاز هتدوب، وطي عليها شوية. هي تبقى غلوتين تلاتة وتروحي طافية، هي هتتقل لوحدها. الطاجن اللي انا استخدمته استخدمته المقاس بتاعه، يعني كان مقاسه طول 26 والعرض كان 18. انا بحب يكون المقدار بتاع الطاجن او الصينية بتاعتي بيكون قليل عشان الطبقات تكون كتيرة. وطبعا انا زي ما انتم شايفين انا دهنت الطاجن الاول بسمنة، طبعا سمنة حلوة بلدي كده. وبعد كده بتحطي بقى الطبقات واي حاجات مكسرة زي ما انتم شايفين ومتقطعة طبعا في النص. كل ده بيزيد من السماكة بتاعة الجلاش عشان ما تطلعش رقيقة. ويمكن أنا مرة عملتها لفة الجلاش في صينية كانت كبيرة، كانت الرقات بتاعتها كانت رفيعة ما كانتش حلوة. لكن لما قللت الطاجن وشوية أو الصينية بتاعتي، فعملت لي طبقات كتيرة. فبصراحة كانت بتيجي تاكليها بتقطميها بتحس انها طرية. هخلص بقى الكمية كده بنفس الطريقة بين كل طبقتين تلاتة كده، يعني دهنة بسيطة من السمنة. على فكرة مش لازم يكون كل راق بتدهني سمنة. دلوقتي الحشو بتاعي بعد ما وصلت النص المقدار من الجلاش، طبعا انا قطعت طبعا من الفيديو ما خليتش لغاية الاخر. فلما وصلت لنص الكمية حطيت بقى جبنة موتزاريلا. مش عايزة اقول لكم فعلا جميلة. اولا الجبنة دلعة، ومع حطيت رشة سكر كمان معاها. ما كنتش متوقعة انها تطلع بالجمال والحلاوة دي. وبعد كده حطيت النص التاني من طبقة الجلاش، وبرضو بين كل كام راق كده بحط السمنة بتاعتي، واي حاجة متقطعة برضو بحطها في النص. وهتفضلي على بالنظام كده لغاية لما تخلصي آخر واحدة. أي حاجة متقطعة وحاجة سليمة بين كل واحدة وواحدة كده لغاية لما تخلصي الكمية بتاعتك مع الدهان السمنة. بس ما تكتريش قوي لدرجة إنها تبقى زعقة يعني. زعقة زعقة، صح بسمعها كده كتيرة. بس فهخلص بقى الكمية بتاعتي، وبعد كده بقى في الاخر بعد ما اخلص ودهنت الوش بتاعتي سمنة، هبتدي ان انا اقطع بقى الجلاش بتاعي على حسب طبعا المقاس اللي انت عايزاه. مكعبات ايه مربعات. بس كده. وبعد كده بتكوني انت بقى محمية الفرن ومسخناه على 200 درجة، وبتدخليه على الرف الأوسط وبتسيبيه بقى لغاية لما يعيش حياته ويحمر لغاية آخر وقت. بس كده ما فيهاش اي حاجه، كلنا طبعا بنعرف نعمل طبعا الجلاش، بس انا كنت حبيت اقول لكم الفكره الحشو الجبنه دي بتبقى حاجه جميله. طبعا العسل بتاعي او الشربات بتاعي كان برد اصلا، ما ينفعش تحطيه سخن مع سخن، لا ده للبسبوسه بس. لكن بقى اول ما خرج وهو سخن والشربات بارد على طول رحت ساقياه. عشان كده قلت لكم مقدار بتاعي بتاع الطاجن ان انا حطيت كوبايه ونص سكر على كوبايه ميه، وطلعت بالمنظر الجميل ده. انا عايزه اقول لكم لما بردت كمان، يعني قعدت لتاني يوم، مش عايزه اقول لكم كانت طعمها احلى وهي لسه طالعه كده طازه. يعني كل حاجه شربت فيها، والجبنه ما كنت متوقعه انها هتنشف مثلا. لا لا لا، لقيتها حلوه قوي وكانت جميله وطريه، تحسي عامله زي البغاشه وانتي بتاكليها كده. لازم تجربوها هتعجبكم جدا.